بعد احمد ما عمل لي العزومه بيوم قلت يلا يا ام رحاب. تاني يوم على طول كنت مستنيه لسه هعمل عزومه يوم الاربع اللي هو النهارده. بس اكتشفت ان جوز بنتي ماشي رايح كفر الشيخ طبعا علشان ليه عمامه وخواله وقرايبه وعيلته هناك في كفر الشيخ، منهم مروه اختي وجوزها. فقال لي ما ينفعش ان انا هاجي اقعد هنا، انا جاي عشان ابص على الناس بحالها وعشان ارضي الكل، عشان ابوها الله يرحمه كان بيود عماته، وهو عايز يفضل صلة الرحم مكان ابوه، عايز يصل الرحم مكان ابوه، ربنا يبارك فيه ويطول عمره ويخليه يا رب. فقال لي خلاص انا هفطر معاكم بكره بس وهمشي اخر النهار. فقلت خلاص مادام هو هيمشي يبقى انا اعمل العزومه بتاعتي تاني يوم على طول، ما استنيتش بقى ان انا استنى لتالت يوم. يلا سموا الله وصلوا على الرسول وتعالوا ادخلوا معايا العزومه بقى عشان تقولوا لي رايكم وهقول لكم انا عملت ايه وبناء على طلب مين. بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك للفيديو، وهستنى بقى تقولوا لي رايكم في العزومه ديت ولا العزومه بتاعت مرات اخويا. طبعا انا عارفه ان انتوا هتقولوا عزومه مرات اخويا. بصوا يا جماعه، انا عملت الكوارع النهارده مخصوص، انا مش مدمنه كوارع ولا حاجه، انا جايبه بحب اشتري الحاجات ديت لما بتكون رحاب جايه هي وجوزها وقاعدينها في الفريزر، عشان هو بيحب الحاجات دي وبيحب ياكلها من ايد حماته. فانا سالته قلت له يا فوزي في ديك رومي وفي فراخ وفي بط وفي بتاع كوارع وفي سمك، هتاكل ايه؟ قال لي لا اعملي كوارع. فانا عملتها مخصوص عشان خاطر فوزي وعشان خاطر اخويا ابو حنين. جبت حله بقى انا عاملاها معاكم كتير قبل كده، حطيت حله على النار، حطيت ميه فيها اول ما بدات تغلي، حطيت فيها الكوارع طبعا غسلاها ومنضفاها كويس. انا حبيت اعمل معاكم التفاصيل لان في اخت امبارح انا كنت عامله الرز البسمتي كتير معاكم على القناه، واتفاجئت بقى بتحلفني بتقولي بالله عليك يا ام رحاب عرفيني انت عملت الرز البسمتي ازاي. فبصراحه بتبقى حاجات بسيطه خالص لكن مش كل الناس بتعملها، او طريقتي مختلفه عن طريقتك وجايز طريقتي عجبتك فانت حابه تعمليها، فعشان كده قلت اعمل معاكم كل حاجه بالتفاصيل. حطيت شويه ورق لورا وحطيت شويه فلفل اسود وشويه كباب صيني وشويه بهارات، وحطيتها تغلي على النار وغطيت عليها. وتعالوا بقى علشان ولاد اخويا اصلا ملهمش في الكوارع لا هم ولا امهم، فطبعا انا عايزاهم ييجوا يفرحوا معانا ويفطروا معانا ويبقى اللمه كده حلوه. فقلت اطلع فرخه واعملها علشانهم. جبت بقى ايه طماطميتين قطعتهم في الكبه بتاعت الجميله الصغننه ديت، ومعاهم قرنين فلفل ومعاهم بصلايه ومعاهم كام فص توم، وكمان هنحط عليهم شويه من الشبت. انا حطيت بصلتينات، واحده بيضه وواحده حمرا، لان بصراحه البصل الابيض ده بحس كده ان هو مش حلو قوي زي البصل بتاعنا الاحمر. المهم ما تكتريش في التوابل ديت، كل ما تكوني عايزه الفراخ بتاعتك يبقى طعمها كويس ما تكتريش. كل ما قللت من الحاجات وظبطت العمل كل ما كانت معاكي جميله قوي. حطيت عود كزبره على عود شبت زي ما انتوا شايفينه كده، حاجه بسيطه خالص اهيت، بس بيفرق معاكي. كمان عايزه اقولك التتبيله ديت لو انت حابه تشوي على الفحم بتبقى حلوه قوي قوي قوي. هنحط بقى الغطا بتاعنا وهنضرب الحاجات دي كلها نفرمها عادي، عايزه تفرمها في الخلاط، عايزه تفرميها بقى في الكبه زي ما انت عايزه. بتزهقني شويه حطيت معلقه زيت صغيره. اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده يكون سهل وبسيط ويعجبكم. حطيت معلقه خل عشان بس تجري الحاجات تحت السلاح، لان الحاجات انا مقطعها تقطيع كبير كده عادي يعني. هي ما شاء الله الكبه كويسه مش وحشه. النهارده بنسأل عليها، انا كنت جايباها ب800 جنيه من السنه اللي فاتت، بسأل عليها اخويا النهارده لقيتها عامله 1400 جنيه، يعني بسم الله ما شاء الله فرق قد ايه الضعف. خلاص خلصنا، ما خدتش وقت كتير يعني. انا مش حاطه طماطم كتير يا جماعه، انا حطيت طماطميه واحده بس او 2 صغيرين، يعني حاجه بس كده إيه تطعم بس. خلاص هنحط بقى معلقه سكر. حطيت كمان دبس الرمان، لو انت هنا عايزه تحطي صويا صوص حطي صويا صوص، بس انا حباها تاخد طعم دبس الرمان. دبس الرمان بيديها طعم جميل قوي وبيخلي طعمها حلو. حطيت معلقه كبيره بقى من بهارات مشكله ومعلقه من الفلفل الاسود. يعني انا ما حبيتش افضي في طبق تاني يا جماعه عشان ما نقعدش نكلف اطباق كتير واحنا صايمين ونقعد نغسل في اطباق ومواعين.
حطيت كمان معلقة ملح، وعصرت هنا ليمونتين. الخلطة دي تقدري تعتمديها سواء هتحطيها في سقف الفرن، وهتشوفي الفراخ دلوقتي هتكون طالعة ما شاء الله زي المشوية بالظبط. يعني انت تقدري تعمليها بنفس الطريقة ديت، ومع طبق طحينة وعيش وتاكليها، او طبق مكرونة. بألف هنا يا رب، ما شاء الله تبارك الله، صحة وعافية يا رب. على قلبنا وقلبكم يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. طبعا انا في التوقيت ده انا مش شامه خالص ولا ريحه اكل ولا ريحه بهارات ولا مستطعمه اي حاجه، فعشان كده انا مش شامه الريحه، فقلت ازود كمان شويه بهارات. انا مقطعاها، بس في نفس الوقت مش مقطعاها يعني حتت صغيره، عشان انا مش هعملها على الفحم ده، انا هعملها في الصاج. الورك مفتحات تفتحات كده اهوت. والصدر كمان قطع الكتف نصين، وعامله بقى ايه، مشرحاه برضو عشان التتبيله تدخل جوه كل قطعه من الفراخ، وتبقى كويسه معانا، تشرب منها وتبقى كويسه وتاخد الطعم معانا. هنفضي كل الخلطه ديت ونحاول بقى نشرب بيها الفراخ. وفي التوقيت ده بقى ايه، كنا الكوارع على النار بقى بتستوي كده مع نفسها كده. اول ما غليت بدأت اهدى عليها. نسيت اقول لكم ان انا حطيت كمان بصلايه مع الكوارع تستوي بيها. عندك جزرايه كمان حطيها، بس للاسف انا خلصت الجزر اللي كان عندي كله يوم عزومه اخويا. يعني احنا مع بعض كده، هاتي يا عمتي، هاتي يا ام حنين، يعني مش فارقه يعني، واحد. ومفيش واحده بتاخد حاجه وترجعها. يعني انا مثلا لو عايزه ما عنديش طماطم وانادي عليها هاتي يا ميرنا، هاتي يا روفان من عند مرات خالك مثلا طماطمتين، خلاص خدت طماطمتين انا ما برجعهم لهاش تاني. هاتي يا عمتي قرن فلفل، خلاص عادي مفيش فرق، واحد يا جماعه. خلاص كده هنغطيها بقى وهنحطها بقى. حطيتها في التلاجة وسبتها، خدت لها ساعتين 3. يعني انا كنت عاملة الموضوع ده بعد الظهر على طول. بدأت اعلق عليه امتى؟ قبل العصر بحاجات بسيطة، عشان الاكل يستوي وفي نفس الوقت يبقى ايه، يبقى حلو ويبقى لسه سخن، عشان ما نرجعش نسخن تاني. هنبدأ بقى نشيل الفراخ. بسم الله ما شاء الله، الف هنا يا رب. زي ما قلت لكم نقدر نقطعها قطعتين وكل قطعة 2، بس انا عايزة، انا عارفة ان اخويا بيحب الكوارع وانا ورحاب، ففينا اللي هياكل من الكوارع وفينا اللي هياكل من الفراخ. فانا عملت هي قلت فرخة واحدة. وكمان عايزة اقول لكم ان الناس وهي صايمة ما بتاكلش كتير، بتبقى بس عايزة تشرب تبل ريقها وبعد كده بتاكل. يعني احنا ممكن ناكل امتى تاني ونجوع؟ على الساعة 11 بالليل مثلا، ممكن اجوع تاني واكل تاني. فانا مرضتش اكتر بقى كتير. ليه؟ كانت مرات اخويا عاملة بط 3 دكورة كبار، وعايزة اقول لكم عاملة فراخ صاج فراخ كبير، معرفش عاملة قد ايه بصراحة. الاكل ده كله اتبقى اكل كتير قوي لحد يعني احنا يوم العزومة بتاعتنا تاني يوم اهوت هتشوفوا على السفرة حاجات متبقية من الاكل بتاع تاني يوم. وجات بتقول لي يا عمتي خديه، قلت لها لا خلاص احنا محدش هياكله، اللي مش هتاكليه ولادك مش هياكلوه، خديه حطوا له تيوركو. قالت لي يا عمتي خدي له تيورك، قلت لها لا يا حبيبتي ما ينفعش، حرام، انا ما بحبش استغل حد، يعني هي عندها طيور. فهي قالت لي خلاص هاخد البسمتي احطه في الفريزر عشان العيال حبته، منين ما يعوزوا ياكلوا منه. خلاص دخلت كده الصاج الفرن البوتاجاز. وتعالوا بقى عشان الصلصة، الكوارع دخلت في التسوية كويس، عايزة بقى ايه اعمل لها الصلصة. الصلصة هي عبارة عن ايه يا جماعة؟ الصلصة هي عبارة عن معلقة سمنة او معلقة زيت وراس توم، وتمسكي راس التوم كده تقلبيها في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل دهوت. وهقولك على سر محدش هيقولك عليه غيري، بس لو وصلت لحد هنا بالله عليكي ما تنسيش اللايك، عشان اللايك طبعا هو اللي بيرفع الفيديوهات. وربنا يجازيكم عني خير الجزاء ويسترها معاكم يا رب، اللهم امين، ومع ولادكم. شايفين التومة بدأت تحمر وخدت اللون الحلو ازاي؟ هنبدأ بقى ايه، ننزل عليها بايه. هو ده السر يا جماعة، السر ده انا إيه مع نفسي كده والله، ما حدش قال لي عليه، تركاية من عندي بس بتفرق في الطعم حلو قوي. معلقتين 3 خل وسيبوهم يغلوا كويس، طبعا بينزل يفرق. هتسيبيه يغلي كويس. بعد كده هنحط بقى البهارات اللي عندي بقى.
زي ما قلت لكم انا ما عدتش بجيب بهارات كتير. يعني الاول الحاجه غلط اصلا، الاول كنت بروح اجيب بهارات كتير قوي من كل الانواع، دلوقتي الحاجه المطلوبه بس. خلاص الصلصه بدات الطشه اتظبطت، وحطيت عليها شويه بهارات، هنزل عليها بقى بالطماطم وهنزل عليها بالملح عشان تبدا بقى ايه تستوي مع نفسها كده على الهادي. في التوقيت ده كله والفراخ في الفرن، واللهم صل على سيدنا محمد كامل النور، والكوارع كمان استوت، بس انا قلت إيه اسيبها يعني تبقى على الهادي كده علشان خاطر الكوارع بالذات ما بتحبش تتعمل وهي لسه. بصوا الصلصة عاملة ازاي، بصوا شوربة الكوارع لونها حلو ازاي. ليه بقى؟ انا كان عندي شوربة كوارع باقية من اول رمضان، وبصراحة كان طعمها حلو قوي، واستخسرت اكبها، يعني استخسرت ارميها، قلت لا اخليها، وجيت ضيفاها، طبعا كان فيها صلصة وتوم، جيت ضيفاها على الشوربة وهي بتغلي، فتحسي بقى ان الكوارع استوت بنفس الصوص اللي انا هحطه لها. انا بصراحه كنت بحط الصلصه دي شويه صغيرين، نصها كده ونصها في الفرن، بس احمد اخويا قال لي يا ام رحاب ما تكتريش الصلصه وما تكتريش التوم. فانا بصراحه بصوا بسم الله ما شاء الله مستويه ازاي، زي البهاريز دايبه دوب كده. فانا بصراحه ما دام هو هياكل، انا احب اعمل له الاكل على حسب ما هو عايز، عشان هو معدته وجعاه، عنده ارتجاع مريء، والحاجات التوم والحاجات دي بتضايقه. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. كنت عامله حسابي ان انا هنزل احط برام رز في الفرن، وبعد ما عيرت البرام الرز وغسلته، راح قالت لي ماما حطيه على النار وخلاص. فقلت خلاص، حطيت معلقه سمنه وقلبت فيها الرز يتشوح كويس، حطيت نص كميه ميه، واول ما بدأ يغلي جيت حاطه نص كميه التانية لبن، علشان خاطر طبعا اللبن كان لسه مجمد يا جماعه، عشان خاطر يستوي بقى على الهادي كده، ويبقى كأنك عاملاه في الفرن. كمان ما شاء الله تبارك الله الكوارع هي خلاص هي استوت، لكن انا لازم احطها في الفرن في صاج او في طواجن، عشان خاطر الفرن يا جماعة بيديها طعم وبيديها ريحة حلوة قوي. وهي كانت عايزة صلصة، انا عملت لها كمان شوية صلصة ورشيتهم عليها، بس علشان انا زي ما قلت لكم كده في الاول، انا مرضتش اعمل صلصة علشان خاطر احمد اخويا، هو قال لي ما تكتريش الصلصة، وبصراحة بألف هنا، هي عجبته قوي 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 قوي. قال لي كنت عاملة كرشة من كام يوم وكنت موديه له طاجن، فسألته قال لي بصراحة الكرشة كانت حلوة قوي، فكنت عاملة كوارع مرة وفطرنا سوا، فهي ما عجبتهوش عشان كان عليها صلصة كتير، فالمرة دي قال لي لا تسلم ايدك، الصلصة المرة دي حلو. عايزة اقول لكم على العصير ده، هو جميل قوي. عارفين البرتقان البلدي؟ برتقان بلدي مع اناناس او كانتالوب، طعمه جميل 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 جميل، وبتصفيه. بصي على السفرة بقى، بسم الله ما شاء الله، هتلاقي رز بسمتي طبعا، وهتلاقي محشي، هتلاقي محشي كوسة، الحاجات دي كلها باقية. في فتة هناك اهيت، في طبقة فتة، وديت ملكة الحفلة الليلة، وده البسمتي، وده الفراخ اللي انا عاملاها. حطينا احنا ما كناش كتير، يعني احنا ما كناش عازمين حد، انا عزمت بس اخويا وولاده ورحاب وجوزها وعيالها وامي، واحنا كده مع بعض. ربنا يديم لمتنا ويديم المحبة يا رب، وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بخير يا رب، والسنة الجاية نبقى في الزيادة ما يبقاش في النقصان يا رب، اللهم امين. يخلي كل واحد حبايبه وولاده. وده الرقاق بتاعي امبارح كمان اهو، سخنا الحاجات دي كلها بسم الله ما شاء الله، يا رب ديمها نعمة علينا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها طيبة، وربنا يبارك لكم في مالكم وفي أولادكم وفي جميع من تحطوا ايدكم فيه يا رب، اللهم أمين. وربنا يحرر إخواننا في فلسطين، ويحرر إخواننا في غزة، وينصرهم ويثبت أقدامهم يا رب، اللهم آمين. طبعا احنا غرفنا والمغرب خلاص بقى أذن اهوت، وبنحط بقى اللهم صل على سيدنا محمد. بدي بقى المنابات علشان اللي عايز ياكل ما حدش يبقى محروج، اللي عايز حاجة يعني تبقى قدامه الحاجة ياكل بألف هنا يا رب، وصحة وعافية، ومطرح ما يسري يمري يا رب، اللهم امين.
وجعلنا دايما يا رب في خير، وجعلنا دايما في زيادة، ويسترها معانا في الدنيا وفي الآخرة، ويبارك لنا في يبارك لنا في أولادنا وفي أموالنا، ويشفيني ويعافيني يا رب، اللهم أمين. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو.